بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحشتوني يا أحلى ناس في الدنيا من الفيديو اللي فات. زيكم عاملين إيه؟ وحشتوني. يلا زي ما متعودين مع بعض كلنا مع بعض نسمي في التعليقات ونقول نصلي على سيدنا محمد خاتم المرسلين وأشرف الخلق ذو الريحة العطرة. نسمي عليه في كلنا في التعليقات ونصلي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عايزاكم كلكم دلوقتي تحطوا لي اللايك بقى، واللايك ببلاش يا جماعه مش بفلوس. ودلوقتي حالا تكتبوا لي في التعليقات كلنا نحوقل مع بعض وناخد ثواب بعض ونفكر بعض ونقول لا حول ولا قوه الا بالله. ونكتب كمان في التعليقات ونصلي على الرسول، على اشرف الخلق خاتم المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحشتوني قوي يا جماعه. النهارده روتين جديد بيوم جديد، بطاقة إيجابية جديدة. أنا قمت كده النهاردة، زي ما انتم شايفين كده بعد أوضة البنات. ربنا يا رب يخليهم ويحرسهم. بنتي زي ما انتم شايفين كده جت من المدرسة تعبانة، نايمة على الكنبة كده اللي هي اللي جنبيكوا دي، الركنة دي كانت مفروضة سرير. وانا بصراحة ايه، رحت اول الفيديو لو انتوا شفتوه، رحت ايه لما السرير ده ومظبطاه، وهي نامت قالت لي انا هريح كده نص ساعة ايه عليه. فبعد انا بقى ايه حوالين منها كده السرير كان متلخبط ومتبهدل، فبعدله وبظبط الدنيا يعني. بس جيت بقى نفضت الدنيا وحطيت الملايه. لازم انا بحب احط على الملايه قوي كافيرتا. اولا الواحد بيتغطى بيها لما بيسقع، هي الدنيا لسه ما سقعتش قوي لدرجه ان احنا نتغطى ببطاطين او الحفه يعني. فدي حاجه خفيفه كده. تاني حاجه بصراحه بتمسك الملايه، انا بحب الملايه، انتوا عارفين بقى الاطفال وشقاوتهم وبيفضلوا يتنططوا بقى ايه على طول كده فوق السرير وبيبهدلوا الملايه، وانا بحب شكل السرير يبقى ايه مظبوط كده دايما. فبحط الكافيرتا دي دايما بتمسك الملايه مطرحها وما بتنعكش الدنيا، يعني بتخلي الملايه كده ايه زي ما هي مطرحها. تمام. ده البوف ده انا حاطاه كده كترابيزه، يعني نفضت المفرش اللي عليه وظبطت الدنيا. وده كمان التسريحه بالكومود، اللي هي المرايه بالكومود، برضو بشيل المفرش كده اي حاجه اترمت عليه ولا اي حاجه وبدور عليه كده بمسحه، وبحط الورد هو وبظبط الدنيا. الحمد لله اللهم لك الحمد. النهارده كان عندي اكل من امبارح فايت كتير. فطبعا انتوا عارفين بقى في المدارس ما كناش نعمل اكل يفيد يومين، لا الدنيا معانا تتبهدل يعني، احنا ما فيش وقت اصلا. تمام. فطلعت بقى كل اللي في التلاجة كده، قلت ايه يفك شويه. والفرخه كمان كنت سلقاها وعامله عليها الصلصه بالتحويجه بتاعت اللي انا هحطها في الفرن عشان تتحمر. حطها ومجهزاها من امبارح وكل حاجه تمام يعني. بس طلعت الحاجه كده قلت ايه تفك شويه كده. انا خلصت اوضه العيال وكان الشقه كلها زي الفل ما فيهاش اي حاجه خالص، وكنت مظبطه الدنيا. ما كانش فاضل غير ان اسخن الاكل عشان ده ايه اصحيها واقول لها قومي يلا عشان تتغدي. حطيت بقى ايه الفرخه كده في صينيه، وانا حاطه حواليها الصلصه وكل المكونات اللي انا بحمرها بيها في الفرن. ده كان محشي كرنب كده عندي من امبارح، كلنا نصه وفاضل نصه. برضو هحطه على نار هاديه قوي واحط عليه يعني ربع كوبايه ميه صغيره كده، بحيث انها ايه يتسخن ويبقى اكنه ايه اكنه يعني لسه معمول النهارده. طبعا انا عندي مايكرويف. الناس اللي بتسالني انت ما بتستخدميش الميكرويف ليه؟ والله انا قلقانه منه قوي يا جماعه، من موضوع ان هو الاشعه بتاعته بتجيب مرض مش كويس، ربنا يعافينا ويعافيكم. فانا بقلق منه قوي. فانا طالما بعرف اسخن الحاجه وبتطلع اكنها معموله النهارده، فانا باخد وقت فيها شويه اي نعم، بس بعملها بالطريقه دي. يعني المحشي لو حطيتي، لو بيت عندك وحطيتي عليه شقشاق ميه صغير قوي زي ما بيقولوا يعني، وهديتي عليه النار جدا جدا زي دمعة العين كده، المحشي معاكي اكنه لسه جاي، يعني اللي هو بيستوي اكنه بيستوي على البخار بالظبط. تمام. جبت بقى المكنسه كده وقلت ايه اشوف المطبخ كده، ما كانش عاجبني، كنت حاسه ان انا بدوس على شويه فتافيت كده فيه. الشقه كلها نظيفه والشقه كلها دوست عليها بالمكنسه، دورت عليها بالمكنسه يعني. فكان فاضل المطبخ بس. طبعا انا دلوقتي بسخن الاكل عشان جوزي زمانه جاي واصحي بنتي عشان خاطر تتغدى وتذاكر بقى ونقعد مع بعض يعني. بس فوت بقى كده بالمكنسه على المطبخ كله عشان خاطر ايه اظبط الدنيا يعني. هبدا اشيل بقى ايه المشيات بتاعه المطبخ كده على جنب،
تمام. وهكنس الارضيه نفسها، يعني انا بعد ما اشيل كده ايه الحاجات دي على جنب، هبتدي برضو اكنس بالمكنسه الارضيه نفسها، هكنسها بالمكنسه تاني، واشفط فيه اي حاجه معموله في الارضيه باخدها بالمكنسه. تمام. يلا لو لسه ما حطيتوليش اللايك، حطوا لي اللايك دلوقتي حالا، لايك ببلاش يا جماعه. وكلنا في التعليقات عدد المشاهدات، عايزه الاقي في التعليقات الحوقله لا حول ولا قوه الا بالله، وكمان الاقي كلنا بنصلي على النبي مع بعض عشان ناخد ثواب بعض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيدنا محمد خاتم المرسلين، اشرف الخلق ذو الريحه العاطره. ربنا يا رب يجازيكم خير عن كل حاجه هتعملوها، وانا متشكره قوي قوي لتشجيعكم ليا، دايما بتشجعوني وبتدوني دفعه كده، وانا بندي لبعض ايجابيه جميله جدا. طبعا كل مره في الفيديو هقول ان احنا كلنا، انا ما باجيش اعلم حد النظافه، كلنا نضاف وكلنا ستات بيوت وكلنا بنعرف ننظف، وكل واحده بتنظف بيتها بطريقتها. بس احنا بنشجع بعض، بندي لبعض طاقه ايجابيه، بنشجع بعض، واي حاجه بنستفاد منها من بعض. دي كده فوطه انا عاملاها للمطبخ بس. تمام. بعد ما كنست كده قلت ايه يعني المطبخ كان زي الفل بعد الكنس، قلت ما فيش مشكله اما افوت عليها بالفوطه دي كده بميه منديه كده قبل ما احط المشيات، بحيث ان انا اتاكد ان ما فيهاش اي حاجه يعني، وكل حاجه تمام، والمطبخ بقى زي الفل زي ما انتم شايفين كده، وكله تمام. اهو بفوت على الايه على المطبخ كله، ما بخليش فيه اي حاجه. الناس اللي بتقول لي انت عندك انبوبه ما عندكيش غاز طبيعي، للاسف يا جماعه انا بخاف من الغاز الطبيعي جدا، يعني حصلت مشكله قبل كده زمان فانا متعقده منها، فانا بحب الانبوبه، يعني على الاقل لما بخرج من باب الشقه بقفل الانبوبه بحس بامان، لكن الغاز ما يعني مش عارفه، ما لا بحس ان المواسير دي بخاف منها قوي قوي وانا نايمه، بتربكني وبتعمل لي خوف. فانا بصراحه بحب الانابيب اكتر للاسف يعني. هتقولي عليها بدائيه بقى، اقول لكم اهو سبحان الله، يعني اعمل ايه في نفسي اهو. شلت الزباله كده وبنضف بقى تحتيها عشان اديها للبواب. تمام، هنزلها للبواب دلوقتي، بس قلت ايه خلاص انا هنزلها للبواب بعد ما اكل، عشان لو في بواقي اكل اي حاجه كده احطها بالمره وانده البواب ياخدها يعني. تمام. فبمشي في الفوطه دي تحتيهم كلهم، ببلها كده بالديتول عشان تبقى ريحه المطبخ ديتول، وببلها كده كلها، وبايه بفوت على المطبخ كله كده زي ما انتم شايفين، ما بخليش فيه اي حاجه خالص 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 خالص. تمام. اهو خلاص كده انا كده ايه بفنش خلاص. هبتدي بقى دلوقتي انا كده خلصت، هبتدي انا دلوقتي كده ايه همسك بقى المشايات بعد ما المطبخ بينشف، طبعا ما ينفعش احطه على الميه كده، بعد ما المطبخ طبعا بينشف خالص، هاخد المشايات اللي انا كنت كنساها ومخليها على جنب وهفرشها تاني في المطبخ. تمام. طبعا المطبخ كده بقى زي الفل، ما فاضلش الا قدامي النهارده الاكل، بس ان انا احط الاكل وناكل، وان انا كمان اغسل مواعين. كده الاكل اتعمل خلاص اتسخن، محشي الكرنب بتسخن، هبتدي بقى ايه احطه في الاطباق، هغرفه اللي في الاطباق. والله يا جماعه الطريقه دي جميله جدا جدا، اكنها مستويه على البخار، وبيطلع المحشيه كانها لسه عاملاها دلوقتي حالا، كانك لسه مسوياها دلوقتي حالا ولسه عامله حله المحشي دي دلوقتي حالا، ما بيبقاش في فرق في اي حاجه يعني. بس بطلع الصوابع كده بالمعلقه وببدا ايه احطها في الاطباق. انا يعتبر كده جوزي جه، فانا ايه خلاص بقى بحضر لهم الاكل، والاكل سخن وكل حاجه بقت تمام الحمد لله. تمام. كده بقى ايه اهو هحط، وهحط طبق تاني. ده الطبق يعني انا دايما بحط طبقين، اللي عايزه اكل من الطبق ده عشان ما اقومش في نص الاكل واقعد احط تاني والكلام ده كله، فبحط طبقين. برضو هجهز طبق تاني، وعندي برضو محشي فلفل سخنته بنفس الطريقه، حطيته في الحله الصغيره دي، وكان عندي الحمد لله برضو قلقاس سخنته، برضو انتوا عارفين الشتاء بيموت في القلقاس. الفلفل اهو سخنته برضو بشقشاق ميه صغير كده، وبقى زي الفل اكنه معمول دلوقتي حالا. وبرضو دلوقتي كنت بسخن القلقاس بقى تحفه، طبعا الشتاء بقى واهل الشتاء والناس اللي بتحب القلقاس. انا بصراحه ما بحبش القلقاس نفسه، بحب ميته. دي الفرخه بعد ما طلعت من الفرن بصوا متحمره تحفه، تحفه يا جماعه. بصوا متحمره من جميع الجهات وجميله جميله جميله، مش قادره اقول لكم. بحط الصينيه دي بقى ايه في الحوض كده. تمام. اهو، وبنزل عليها ميه عشان لو فيها اي حاجه تطلع معايا. كده انا خلصت الفيديو، هصحي بنتي وهناكل واليوم هيعدي واقعد اذاكر معاها ان شاء الله باذن الله. هتوحشوني قوي، اقابلكم في فيديو جديد بطاقه ايجابيه جديده بتشجيعه جديده بيني وبينكم. يلا اقابلكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي.